مشهد جديد من مشاهد المسرحية اللي كنا بدأنا عرض فصولها امبارح مع هشام واخونا حسين ساعدنا كالعادة يعني. بس انا مش مستغرب يعني. طبعا الكلام على مباراة المنافس قصاد المقاولين العرب، الشوط الاولاني كله الفار عطلان، الفار مش شغال. حتى الكابتن هشام حنفي في راديو اون سبورت قال المعلومة ديت. مع مطلع الشوط الثاني المقاولين راكب الجيم بيسجل هدف، فجأة الفار بيراجع. لا الفار صحي، الكهرباء رجعت للفار. وبعدين بقى ايه، مش بياكلوا السحور، لا ده بيراجعوا لعبة مركبة ومعقدة جدا. هدف اتسجل في الدقيقة 50 20 ثانية، بيراجعوا لعبة حصلت في الدقيقة 50 3 ثواني، يعني حصلت 17 ثانية. شوفي التركيز. شوفي لما تلاقي واد كده مثلا مش عايز يذاكر ويقول لك والله انا عيان ومش مركز وعندي دوخة واحتقان في الزور، تمام، وتلاقيه بالليل قاعد على البلاي ستيشن هاري العيال فوز ماسكهم في البلاي ستيشن 5 مش راح. الله، مش انت كنت عطلان؟ فجأة الفار اشتغل وبيراجع لعب مركبة جدا. بالمناسبة اللعبة دي 50-50، يعني انا مش بأجزم ان الكرة دي يعني ممكن تبقى او ممكن تبقى، بس ال50-50 دايما بيتفسر لصالح الاهلي. دايما زي مباراة زد، كرة مجاسة الهدف بتاعه يستحيل تجزمي بالخط الاحمر والازرق والاخضر وجو والخط عريض وجو الفصول ده. يعني خلاص بره العالم كله راح للساوت اللي هي تقنيه التسلل شبه الالي اللي هي السيمي اوتوميتد اوف سايد تكنولوجي، كله راح لها عشان يحسم القصه دي. لكن انت هنا في مصر ما زال العنصر البشري اللي بيغلط بيتدخل في الالعاب الحساسه او الالعاب الحرجه او الالعاب الان بتوين زي دي. فدايما الشك هيتفسر لصالح النادي الاهلي. دورنا، وخلي بالك بقى يا ندى، التوقيت دوت هو توقيت ان الاهلي بيقدم فيه ولا حاجه. بكل امانه والله يا جماعه انا بتكلم كوره، الاهلي لا يقدم شيء له علاقه بكره القدم رغم كل الصرف، رغم الجلاكتيكوس المزعوم، رغم الخزائن المفتوحه. احنا في نهايه الموسم تقريبا انهينا المرحله الاولى، الاهلي فاضل له ماتش وبعدين 6 مباريات في المرحله النهائيه. فيعني حتى لو استفاق في اخر المباريات، الاهلي كده الموسم ده ما لعبش كوره خالص، ولا مع ريبيرو ولا مع الكابتن عماد النحاس. كان ربما في تحسن لكن ما فيش هويه، ولا مع مستر تورب اللي بياخد 9 مليون اللوز ده هو وجهازه. فالاهلي ما بيلعبش كوره، فده التوقيت الرسمي ان الالعاب الان بتوين دي تسنده وتخليه موجود في المنافسه. دايما الشك هيتفسر لصالحه. انا كدوري بقى كزمالك ان انا ما اقضيهاش لطميات. خلاص انا اتكلمت، شفت، اعلنت، قلت ان في حالات تحكيميه كارثيه كالعاده، والمسلسل مستمر من اللعبه اللي فاتت ماتش زد واللعبه دي ماتش المقاولين. لازم انا اخد القصه دي حافز ليا وابقى مركز في الملعب وادوس انا الاحسن وانا في الملعب افضل، رغم ان كل المعطيات مش في صالحي. مهم جدا اصدق نفسي وابقى مركز قوي ان صوتي يبقى عالي عشان اي حد هيفكر يظلمني سواء عن عمد او عن غير عمد يفكر 100 مره قبل ما يفكر يظلمني، يراجع نفسه 100 مرة، لاني مش هسكت. انا مش بيراميدز، ما عنديش جمهور. الدوري هيتاخد مني بلايحة اونطة يتعدل ويستغل بند الظروف القهرية ورابطة محصنة قراراتها في شيء ما بيحصلش في العالم كله واعترفت بيه المحكمة الرياضية ومن قبلها لجنة التظلمات اللي قالت لك احنا غلت يدانا. فانا مش بيراميدز، مع احترامي، بيراميدز ملوش جمهور يقف وراه. لا انا عندي رأي عام وعندي اعلام رسمي وعندي ضغوط اقدر امارسها. انا مش لقمه هينه عشان اضحك عليا وابقى راكب الدوري فاتظلم بالشكل ده. انتوا عاوزين تجاملوه تمام، اي العاب كالعاده هتجاملوه بيها، انما انا مش هتظلم. انزل الملعب اكل النجيله. فاضل لي 8 ماتشات، هم 8 نهائيات، 8 نهائي كاس عالم، اكسبهم ماليش دعوه بحد. خلاص بالزبط. انا ركبت نفس الدوري. اللي حصل معانا لو تفتكر في دوريين كانوا اخر دوريين، دوري اللجان الشهير، تحل مجلس اداره كل سبت واربع، والدنيا يعني انت في الوقت اللي حليت اصلا في مجلس اداره الامور